طلعت مرتك شهر فئتها؟ من سنتين عمري 22 سنة تجوزت. الحقيقة أنا غلطت بهذا الشيء لأنه تجوزت على صغر. يعني 20 سنة كان عمرك جوزها؟ تماما، يعني كنت آخذها عن حب لأني بحبها كثير، فمشان أثبت لها قام اتجوز. كنت إيه كنت. طلعتوا؟ طلقنا لسبب ما، طرف ثالث، كان في وجود طرف ثالث اللي هي رفيقتها. وبحكم إنه أنا بحب مرتي كثير، فهي البنت صارت تتردد كثير لعنا على البيت لأنه هي رفيقتها، شو بدي أقول لك، من الروح للروح. وانا باعتبار بحب مرتي يعني، وبما انه بيتي وبيتها واحد فما فيني انا الا مشان ما تزعل، لانه انا لبد فوتيها البنت. المهم ضلينا سنتين ما احلانا. بعد بسنتين صار في مشاكل، صرت اقرب من مرتي، عم تبعد عني. شبك يا بنت الناس، تقلي ما بعد عني مالي حاببتها. لك شو صار لك؟ اخذين بعض عن حب وكذا. تقلي كأنه قرفانتني. هلا انا هون كرجل، يعني اي رجل بده يفكر انه في طرف، في حدا بحياته او حدا لعبان بعلاقه، او من باب الخيانه يعني. تمام الحكي. يا رجل انت الموضوع مو بهالسهولة، يعني هو المرأة اخي احيانا ممكن تكون اخي ضايجة تعبانة اليوم شغل البيت، مرة اثنين ثلاثة دائما لغة الحوار والتفاهم بالعلاقة الزوجية هي الامثل بالنسبة لهي الامور. يعني انت تعالي شو بدك شوفي، احسن ما تفكر انه عم تخونك لانه ممكن تعمل مليون قصة. ما انا سالت لي هيك مالي حاببتها، يعني ما في سبب. كمان هذا مو جواب. اليوم ما فيها مرة تجاوب جوزها ايه انا مالي حاببتها، ايه مو على كيفك. المهم شرعا ما فيها تقول لك لا. طبعا هو شرعا ما، يعني انا لي حق عليها وهي طبعا حق طبعا علي. ف بيوم من الايام كنا نايمين يعني، ف رفيق بلاقيها عم تصرخ وتعيط اوف يا لطيف. وعملت كوبيس. فهيأتها جيت قربت عليها، شو بك حبيبتي؟ بعد عني مالي طايقتك، بعد عني مالي حاوبتك، قرفانتك. بهي الأثناء رفيقتها اللي كانت تتردد لعنا، هو كان في تلميح، بس أنا شخص محافظ بحب مرتي أكيد. تلميح عليك. ايه تلميح علي، صارت تلعب على هذا الحبل، صارت بدها تتقرب مني. أنا كشخص إني آخذ مرتي عن حب وبحبها كثير، ما أعطيها مجال. أحيانا تكون جاية على البيت أنا وتكون هي، قوم انا اطلع من البيت ومثلا اروح انا ورفقاتي على القهوه وكذا لبين ما تروح. انت غلطان. انت هو غلطان لانه لازم من اول مره شفت هيك تكسر رجلها من البيت. ما انا قلت لك، تكسر رجلها. ما انا قلت لك لانه انا بحب مرتي. ما في تحب مرتك، هون في خربان بيت وفي قله اصل من رفيقه مرتك. بتكسر لها رجلها من بيتك. هذا كان غلطي. لو كسرت رجلها من بيتك يمكن ما كانت تمادت. هو هذا كان غلطي. طيب شو صار؟ صارت تهم مثل ما قلت لك انه هملتني مرتي، يعني انا لي حق عليها، حق الشرعي وكذا. صارت تهمني، فهذيك صارت تتقرب مني. يعني انا كشاب يعني صرت روح معه، نتوعى، نطلع الكافتريات كذا. انت ورفيقه مرتك؟ انا ورفيقه مرتي. يعني انت هلا عم تبرر ضعفك اتجاه رفيقه مرتك بسبب سوء معامله مرتك لها. تمام. فتقربت مني وانا قررت اني اتجوزها وطلقت مرتي. يعني بعد كنت حبها مثل حب. طلعت مرتك شو رفيقتها؟ ايه كنت حبها من يعني مثل حب طفولي، وبعدين تجوزت انا وياها وطلقتها. تجوزت انا وهذيك، انا ورفيقتها. جوزتها وياها؟ ايه تجوزنا. وهي ورفيقتها شو؟ هي مرتي الاولانيه طليقتي راحت عند اهلها، طلقت. قصدي هي ورفيقتها يعني خلص ما تحكوا مع بعض؟ لا ما عاد حكوا مع بعض نهائيا. هلا انا هون في نص هلا بدي اقول لك اياها، في شغله بالسيره. بعد ما تجوزت انا ورفيقتها، بحاكيني ابن حماي الاولاني اخو طليقتي. تمام. بيقول لي كيفك علاء؟ بقول له تمام. بيقول لي فيني اشوفك ضروري معلش، يعني قد ما كان احنا في بيناتنا عشره وخبز وملح صور كنت اخذ من عنا. قلت له طبعا يعني اكيد انا ما بنكر هذا الشيء، وانتم ما في منكم، بس انت يعني بتعرف انا حكيت لك مسكتك، انا اخذته قبل مسكته لانه هيك اختك، انا بطول بالي عليها، وانت بتعرف اني اخذ اختك عن حب، يعني ما في شيء مخبى. انا وقت جيت طلبت اختك انا حكيت كل شيء. تمام. جايه من الباب وبما يرضي الله، اللي بيرضى ربنا. المهم قال لي خليني اشوفك، فيني اجي اشوفك او نتواعد بشيء؟ قلت له تمام. اتفقنا، رحنا على القهوه، قعدنا بالقهوه.
قال لي ليك يا علاء انت طلعت اختي ظلم. قلت له كيف انا طلعت اختك ظلم؟ قال لي اختي من فتره فائت انت اكبر قدر عم تستفرغ اسوء، اوف. عم تستفرغ سواد. شو هو؟ انا بقول لك شو هو. قال لي اخذناها على مشافي الدكاتره يفحصوا ما فيها شيء نهائيا، اختك سليمه كل جسمها سليم، يعني لا انه حمل لا شيء نهائيا. انا ما خلفت منها يعني الله ما قطع عني لسه. طيب شو طلع هذا؟ صاروا رفقاته لابن حماي الاولاني وقرايبينهم بالعيله اللي خذوه عن شيخ، خذوه عن شيخ يكون ابن حلال يقرا له يشوف شو فيها. هلا مو هي كانت تتردد رفيق مرتي الثانيه اللي هي رفيقتها لعنا، وانا كنت روح من البيت تمام. ما كنت دقه يعني، كان انه خلص تجي هي انا وتشوفها عم تلمح لي اني قلت لها خليني احمل حالي وروح. المهم يا ابن الحلال قلت له ايه شو يعني هذا السبب؟ قال لي اخذناها عن شيخ واثنين وثلاثه قالوا لنا البنت مسحوره. مين سحرها؟ قلت له مين ساحره؟ لا تقول لي مرتك. مرتي طلعت ساحرته. قلت له شو السحر؟ قال لي السحر انه هي تقرفك وتبعد عنه ويصير مشاكل بيناتكم لحتى انا اروح لعندها، لانه هي انا قلت لك انه انا اخذ مرتي عن حب وكذا، فاي حدا اليوم بيتجوز اخذ مرته عن حب بدللها شو بدها تكرم عينك، وهي غارت من القصص. وهي غارت. دائما انا ما كنت وعيان، دائما اي علاقه بين اثنين بيكون في طرف ثالث خالصين يعطيك العافيه. مو دقيق الكلام 100% بس كمل. دريت انه 70% دريت انه مرتك الجديده اللي هي رفيقه مرتك القديمه ساحره مرتك القديمه. تمام. شو عملت؟ قلت له طيب اعطيني دليل انا كمان قبل ما اظلم مثل ما ظلمت اختها. قال لي الشيخ ان السحر عنكم بالبيت، والشيخ مستعد يطلع السحر من عنكم بالبيت بس ما يكون في حدا غير انت واختي وانا اخوها والشيخ. قلت له يعني المطلوب مني انه ابعث مرتي مثلا شي كم ساعه لعند اهلها؟ قال لي ايه. قلت له طيب ماشي، انا ضميري عم يأنبني لان انا قلت لك انا بحبها يعني انا اخذها لمرتي عن حب برجع بعد لك. طيب المهم يا ابن الحلال رحت على البيت له، انا بحاكيك رحت على البيت انا بكره عندي شغل وبجوز ما ارجع على البيت، بدي اسافر على غير محافظه، بحب انا بشتغل بالتجاره. قلت له بدي اسافر على غير محافظه ومشان ما تضلي لحالك بالبيت ما بامن عليكي، شايفه الوضع، روحي على بيت اهلك نامي عندهم وبس رجعت باخذك. قالت لي انه قلت له خلص انه بس ارجع بدق له. المهم يا ابن الحلال قعدت عند بيت اهله، دقيت لابن حماي الاولاني قلت له كيف يا ابو حميد؟ قال لي تمام. قلت له انا فضيت البيت تعالوا شوفوا اذا بيطلع الكلام صحيح حقكم بتاخذوه من شواربي. قال لي تمام. اجى الشيخ واجت طليقتي، طبعا ما كانت فايته بالعده، عرفت علي شلون؟ بحكم انه هي مريضه يعني لسه بعد ما طلقتها ما فاتت بالعده عشان هيك اجت. طيب انا قلت لك تسال انه كيف انه صحيح طيب تفوت بالعده وكذا وانت ما بصير تشوفها. هي لسه ما كانت فايته بالعده. اجت هي والشيخ وانا. اجى الشيخ بلش يقرا، شغل رقيه، شغل كذا ويدور، طلعت حاطه السحر بقلب التخت، وفي التخت بيجي له صندوق. فكانت يمكن مرتي عم تساوي قهوه او كانت عم تساوي البيت، حطيته بقلب الصندوق. رافعه الغطا الصندوق وحاطته بين القواعد. طبعا كلياتنا بنحط اغراضنا يعني طبعا ما راح تخطر يعني انه ما راح تخطر على بالك انه هذا الشيء انه تكون حاطه السحر بهي القرنه. يعني مثلا لو حاطته مثلا بالخزانه بين الثياب انت عم تفرك كنستك تفرك كذا كان، بس هي حدا كان كثير ذكي. طيب شو صار هون؟ لقينا السحر عباره عن استغفر الله العظيم ايات قرانيه بالعكس، يعني مثلا سوره الفلق مكتوبه بالعكس وعليه دم ودبابيس من هذول الشعوذه كلياتها، يعني رايحه لعند واحد دجال وساحر وعامته. طيب انا هون انتفض بدني، ما تعرف شو بدي اعمل. انا جمدت انه قلت معقول لهالدرجه في حقد انه وحده تفرق بين مرة وجوزها بس لاني انا مثلا مدللها، ولا على مبدا اني مثلا بجيب لها هديه، ولا على مبدا انه انت تشوفيني شلون بعاملها. المهم يا استاذ
ما تعرف شو بدي ساوي. صرت اطلب السماح من بيت حماي، قلت له حقكم بيوصلكم. شو الحق اللي بده يوصله؟ انا المهم حق عقلي ما حملني، قلت له روحوا انتو. واخذ الشيخ معه، اخذ السحر مشان يفكه. حملت حالي، مخي ما عاد حملني، حملت حالي ورحت على بيت حماي اللي عندهم الثاني. تمام. فت على بيت حماي وصارت خناقه، مديت ايدي عليها لمرتي وارجيتها بعينها. صحيح نسيت اقول لك انه انا صورت السحر مشان ما تنكر، يعني صورته على الموبايل ورجيتها، قلت لها شو هاد، واجهتها بلشت تنكر، عم ضربتها، مديت ايدي عليها وضربتها قدام بيت اهلها بس ابوها يعني كان رجال محترم، زلمه مؤدب. مسكني عمي قال لي عود اهدى طول بالك، حقك عمي، انا ما عرفت ربي، انا بنتي وحده قليله التربايه وخربت بيوت وانا ما هيك ربيتها. قال لي شو بدك حقك بيوصلك؟ قلت له ما فيها، يعني انه حق تروح رجع لي مرتي الاولانيه اللي انا اخذتها عن حب واستناها بالليالي تحت، اسهر تحت مشانها، من شده حبي لها تجوزتها وما لحقت اني انا افرح منها بولو، يعني ما سنتين ما لحقت افرح منها بولو. انو حق روح رجع لي مرتي، يعني روح خذ جاها رجع لي مرتي، احكي لهم القصه. وانت خليت الثانية على زمتها؟ لا طلقتها؟ قلت له، قال لي شو بدك عمي؟ قلت له انا بدي اطلع على المرأة. انا كيف بدي امن معها لقدام اذا هي عملت هالمشاكل وعملت هذا السحر بيني وبين مرتي الاولانيه؟ انا كيف بدي امن عليها؟ اذا كيف بدي اجيب منها ولد؟ بركي اذت لي اولادي، هي بركي في شيء بمخها. المهم طلقتها. والاولى؟ قلت لها طالع. والاولى ما عاد ترجع لها لانه ما بدها ترجع لك؟ ما عاد رجعت لي لها. فانا هون تجوزت شيء؟ تجوزت ما بعرف، بس اخر خبر سمعت انه لا ما تجوزت. طيب هلا انت حكيت، بس الحمد لله تعافت يعني، ووصلني خبر انا مليون الحمد لله. كنت اتواصل مع اختها تمام. انه بس اطمن عليها، محبي لها. الحمد لله تعافت مليون الحمد لله. الحمد لله، وانفك السحر وعندها انه كل فتره وفتره بيقروا لها وهيك، الحمد لله ومشي الحال. طيب اول شغله، انت دفعت فاتوره زواجك بسن مبكر وانت شخص غير ناضج. صحيح صح. انت لو كنت انت على راسي الحب اعمى وشو ما بدك، هي الاقاويل على راسي، بس النضج بالعلاقه الزوجيه مطلوب. صح. مشان هيك انا لا احبذ انه شاب يتجوز تحت 26 27 سنه. صح. تمام؟ صح. هاي انت قالت لي هذا الحكي، قالت لي ماما انه انت خلص، انه باعتباري انا تسرحت، انا كنت عسكري وتسرحت. تمام. قالت لي ماما انه طول بالك، يعني استنى لك كم سنه، سنتين ثلاثه. ما تتزوجش على السريع. انا لا، انه خلص حاربت وكذا، وانه انا بدي اياها وانا بحبها، يعني شو رح تفرق اذا تجوزت هلا ولا بعدين؟ شوف اخي، انا من انصار انه الواحد يتجوز اللي بيحبها، والله العظيم. اول شيء كله اسمه ونصيب، يلي الله كاتبه بيصير، وانا من انصار انه الواحد يتجوز اللي بيحبها، ولكن بعقلانيه. ما فيك تتجوز وانت مالك ثابت على الارض، هاي اول شغله. ثاني شغله، ممكن تكون ثابت ماديا بس عمرك ماله مناسب. صح. انت لو كنت ناضج كفايه كنت ما وصلت لهون. صح؟ لانه من اول مره كنت قلعتها تقليع لرفيقه مرتك وخلصت من كل هالسير. انا قلت لك كنت بدي اقلعه، بس انا مشان ما تزعل مرتي. لا زعل هون حرفيا، زعل ساعه ولا كل ساعه. وانت وقت بدك تحط مرتك بصوره الوضع وتقول لها انت رفيقتك عينها زايغه وعينها مو نظيفه تجاهي، مرتك رح تقول لك حلال عليك. صح؟ انت اخترت الخيار الخاطئ. هلا نحن مشان ما تنتهى علاقه زوجيه مبنيه على حب سنين طويله انتهت بالطلاق بسبب طرف ثالث، وجب عليك الاعتذار مرة واثنين وعشرة لأنك تسرعت، وبنفس الوقت مرتك أخطأت. صح. مرتك كانت ضحية لفعل مشين من صديقتها وأنت تسرعت بالطلاق. صح. على حد الآن عم حاول إني أرجع له، يعني وجب عليك المحاولة، لأنه أنت خلفت بنت مطلقة. صح. أنت سميتها مطلقة اليوم بسببك. يمكن هي اختارت هذا الطريق بس هي مو بإيدها. اليوم أنت كنت عم تتصرف مع شخص ما له بوعيه. هو انا غلطت اني ما تفهمت الوضع دغري، وما يعني ما قلت لها انه شو السبب، وما عرفت، قام تسرعت بطلاق. 100% انت غلطت. انا فهمت انه هي هملتني. شوف انت ردة فعلك كانت اكبر. طيب انت ردة فعلك كانت اكبر بكثير من فعل مرتك. صح.
انت لو عملت ردة فعل موازي مماثل متساوي مع فعل مرتك كنت وصلتوا لمكان افضل. مع هيك انا بشوف قدر مرتك وقيمتها دائما من قدرك وقيمتك، صح؟ طبعا طبعا. بتروح وبتنسى عدم موافقتهم على رجعتك، صح. وبتاخذ جاها 1000 زلمه مشوربين ان شاء الله والله. وبتدق الباب وبتفوت وبتقول لهم انا غلطان، والرجال وقت بيغلط مو عيب يقول انا غلطت، لكان بتفوت بتقول انا غلطت حقكم على راسي. مثل ما بنتكم كانت ضحيه لفعل من رفيقتها، انا غلطت. نحن اثنين غلطنا بحق بعض، بس نحن اثنين بنحب بعض. يمكن هي مو رايدتني بس انا رح اعمل اللي علي لحتى نوصل لمكان جيد. والله يا استاذ عم حاول، ما بخفيك انا ولحد الان عم حاول. ان شاء الله يعني انا في ناس كبار عندنا بالعيله تدخلت، ان شاء الله خير ان شاء الله يا ان شاء الله. انا حبيت اطلع والله بس انا احكي هي حتى تشوفنا على راسي وتوصلني على راسي. كثر خيركم انتم ما ان شاء الله بتنحل اموركم على اهون سبب. الله يخلي لي اياك يا استاذ. وبدي منك دائما تتصرف في رويه. اليوم 24 سنه عمرك، ما زلت يعني لسه الحياه قدامك. دائما قبل ما تتصرف اي تصرف وقبل ما تحكي اي كلمه فكر بينك وبين حالك هذا التصرف او هاي الكلمه شو راح تكون نتائجه. هون انت مستحيل تغلط. مزبوط كلامك معك. ونحن رجال فعلنا بنتحاسب عليه. طبعا. مين من كان بيغلط. طبعا. انا غلطان بحياتي اخطاء بخجل منها والله، بس اليوم موصل لمكان انا بفكر صح قبل ما اتصرف اي شيء مشان ما ارجع اغلط. لازم الواحد يحسب قبل ما يخطئ. 100%. شكرا كثير. شرفت فيك انا، وبحكم مشاركتك معي بالبرنامج رح تربح معي مبلغ مادي. تفضل. والله ما في داعي. لا هذا بس للمشاركه بالبرنامج. توصل له والله. شرف. شكرا لك. شرفت فيك كثير، وخبرني امانه برقبتك اذا رجعت انت ومرتك. والله بركي بتروح معنا بالجاهة. والله بتشرف. والله ما والله بتشرف. دخيل عينك يا على راسي. اهلين حبيبي. الله معك.